مؤخرا وبشكل مفاجئ سقط نظام الأسد. أولا فخامة الرئيس، هل كنت تتوقع أن يسقط هذا النظام؟ حقيقة كنت أعرف أن النظام يعاني من عزلة قاتلة، لكن انهيار بهذه السرعة لا والله ما كنت أتوقع. فوجئت؟ يعني تفاجأت بسرعة الانهيار وليس بالانهيار. وأنا أعتقد هذا الانهيار كان يحصل في 2011 لولا الدعم الروسي والإيراني وحزب الله لبنان. برأيك تخلوا الروس والإيرانيين عن نظام الأسد؟ طبعا الأولويات والإمكانيات كلها تغيرت. الاعتماد صار على القوات السورية، وهذه القوات ما حاربت، انهارت. نفس السيناريو اللي صار بالموصل سنة 2014 هو تكرر في حلب. نعم. في قيادة جديدة بسوريا، أحمد الشرع، كيف تنظر إلى القيادة الجديدة؟ هناك حذر عالمي، مش بس يمكن بكردستان العراق، هناك حذر وهناك خوف وقلق من يعني أن نكون استبدلنا نظام بنظام آخر، يعني ما في راحة نفسية. ولكن حتى الآن الشرع يقول كل ما نحب أن نسمعه. كيف تقيم تجربة الشرع حتى الآن؟ وهل عندك حذر أو قلق أم أنك متفائل بوجوده؟ صحيح، يعني ما نسمعه لحد الآن هو كلام طيب ومعقول، ونأمل أن يترجم إلى أفعال يعني في المستقبل. من حقنا أن نكون حذرين، لأنه الكلام وحده لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. الكلام يفتح الباب للأفعال. فنأمل الخطوات العملية في المستقبل تكون بهدف حل المشكلات والاستفادة من الماضي وأخذ الدروس والعبر من الماضي. فعلينا أن ننتظر. شو بتنتظر فخامة الرئيس؟ يعني شو هي الخطوات التي يجب أن يقوم بها الشرع حتى تشعر بالاطمئنان؟ هو من الواضح يعني الكرد في سوريا عانوا من التعريب ومن الاضطهاد من 1962، من زمن عبد الحميد السراج اللي واستمرت لحد الآن. أهم شيء يعني نتوقع من النظام الجديد في دمشق أن يلغي هذه المعاناة، أن ينهي هذه المعاناة بالنسبة للشعب الكردي وبالنسبة لبقية مكونات الشعب السوري، وأن يأخذوا حريتهم، أن يحصلوا على حريتهم، وأن يشعروا بكرامتهم وبمواطنتهم وبإنسانيتهم. طبعا فيما يخص الشعب الكردي في سوريا ندعوهم إلى أن يسلكوا طريق الحوار، ونطلب من دمشق أيضا أن يتفهموا الخصوصية الكردية في المنطقة. وقت اللي بتقول نتمنى أن يحصل الكرد على حريتهم، هل هذا يعني أنك تتمنى أن يحصلوا على إقليم أو فيدرالية أو حكم ذاتي؟ الحقيقة أنا أترك القرار لهم أن يتفاهموا فيما بينهم، وبعدين بينهم وبين النظام في سوريا. أنا لا أريد أن أحدد يعني نوعية الحل اللي هم راح يعتمدوه، بينما هم الذين يجب أن يقرروا كيف يتفقوا مع دمشق. التقيت مؤخرا السيد مظلوم عبدي، وكان لقاء تاريخيا، هيك وصف هذا اللقاء. شو نقل لك مخاوف فخامة الرئيس، وبماذا نصحت مظلوم عبدي؟ طبعا شفنا أنه الظروف مناسبة والمصلحة القومية العليا تتطلب أن ألتقي مع السيد مظلوم. طبعا جاء مشكورا واستقبلته وتبادلت معه الأفكار والتصورات والتوقعات. هو حكى لي عن لقاء مع السيد الشرع، يبدو في نقاط مشتركة وفي خلافات أيضا. أنا نصحته أن لا ييأس، وأن يلجأ إلى طريق الحوار، وأن يتخلص من أي نفوذ خارجي. وأيضا نصحته العمل باتجاه توحيد الكلمة الكردية والموقف الكردي. وقت اللي تقول النفوذ الخارجي، هل تقصد تركيا بالتحديد؟ لأنه اليوم يقال أن تركيا هي التي انتصرت في سوريا.
لا ما تركيا طبعا هي اللي انتصرت بالتأكيد، يعني تركيا انتصرت، لكن أنا أقصد الوضع الداخلي في المنطقة الكردية. نعم. وليس سوريا. شعرت أنه في اطمئنان عند الكرد بسوريا أم هم خائفون حتى الآن؟ الحقيقة متفائلون بحذر، يعني عندهم خوف أيضا. ليش؟ لأن المستقبل مجهول، ما يعرفون كيف راح يكون المستقبل، فيجب أن سوف نبذل قصارى جهودنا لمساعدتهم في أن يحصلوا على مستقبل مستقر ومشرف ومزدهر. فخامة الرئيس، معذورين الأكراد بسوريا بعد هذا الظلم اللي لحقون. هل بأي منحى خلال لقائك مع السيد عبدي، هل شعرت أنه هناك رغبة انفصالية عند الكرد بسوريا، أعطائهم حريتهم ودولة خاصة لهم؟ لا, لا أبدا. لا. هم يريدون أن يكونوا جزء من سوريا. جزء من سوريا، لكن تكون لهم حقوق، الحقوق اللي حرموا منها من البداية، من تشكيل الدولة السورية. كيف نصحته بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني أو البكك؟ يعني هناك تعقيدات في هذه المسألة. نصحته أن يعني بلا أن يروح يصطدم مع حزب العمال أو يتقاطع معهم، لكن حان الوقت أن يترك حزب العمال الكرد في سوريا أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، وأن لا يتدخل في شؤونهم ويترك المنطقة. طيب وين؟ لأن هذه وجودهم يعتبر مشكلة كبيرة وحجة أيضا للتدخل التركي. يعني وجودهم أصبح عبء على السوريين. بالتأكيد. شو هو الدور اللي بتشوف ممكن يلعبه الإقليم في سوريا، إقليم كردستان العراق؟ الإقليم بمقدوره أن يلعب دور مهم. أولا توحيد الموقف الكردي، تشجيع الكرد على الحوار مع دمشق، مساعدتهم للاستفادة من تجربة الإقليم، وليس بالضرورة أنه تجربة إقليم تستنسخ وتنقل إلى سوريا. كل جزء له خصوصية وفق الخصوصية اللي موجودة في سوريا، ونحاول نساعدهم اقتصاديا، يعني عسكريا. نتمنى أنه لا هم ولا نحن نضطر إلى اللجوء إلى الاستخدام العسكري. بدي أسألك سؤال صريح. في حال تعرض كرد سوريا إلى الظلم والاستبداد، هل كاك مسعود مستعد أن يقاتل وأن تقاتل البشمركة مع إخوانهم في سوريا؟ بصراحة ليس فقط الكرد، وإنما أي إنسان إذا يتعرض إلى الظلم ونستطيع أن نساعده بدون تردد. عندك شعور أنه ممكن كرد سوريا يتعرضوا للظلم مجددا؟ في مخاوف، لكن أتأمل أنه لا يحصل ذلك. أتأمل أن لا يحصل ذلك. هل ترى نموذج العراق مثلا الفيدرالية، اللي بتذكر منذ أكثر من 20 عاما كنت شديد الحرص على الدستور، أن يكون هناك دستور عراقي يحفظ حقوق الإقليم، هل تشعر أنه هذا النموذج في العراق ممكن أن ينطبق على سوريا، وأن تقسم إلى، مش تقسم يعني، أن يكون هناك حكومة مركزية وفيدراليات؟ أولا تعريف الفيدرالية بالنسبة لنا احنا هيك نفهم الفيدرالية: توزيع عادل للثروة والسلطة. صح. فإذا الفيدرالية حل مناسب وحل ناجح للدول اللي بها قوميات متعددة. طبعا في سوريا أيضا، في سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، لا بأس، بالعكس أنا أعتقد الفيدرالية هو الحل الأمثل. لكن إذا كانت هناك معوقات أو عدم الاقتناع بالفيدرالية، لا يجوز أن يكون بديل الفيدرالية هو القمع والاضطهاد ونكران حقوق الآخرين. المهم أن يحصل الكرد والآخرين أيضا على حقوقهم، فالعنوان أو الصيغة هذا يترك لهم. بس في فهم عربي للفيدرالية وكأنه تقسيم إلى دويلات. مع الأسف هذا فهم خاطئ.
ولهذا تشوف المشاكل تتفاقم يوميا بسبب هذا الفهم الخاطئ حتى عندنا هون في العراق. هل اليوم يعني كرد العراق باتوا يحلمون بشكل مختلف بعد هذه التطورات؟ هل رجع لدى الأكراد حلم بالانفصال بصراحة كاك مسعود؟ شوف، يعني أولاً التطورات عم تلعب لصالحكم هذه الأيام. لا، احنا الحقيقة نتصرف بعقلانية، يعني لا بدون تهور وبدون الاستفادة من فرص غير معلوم النتيجة كيف تكون. صحيح اكو تطورات، لكن مسألة انه الانفصال هذا اصلا اعتبرها كلمة استفزازية حقيقة. حق تقرير المصير هو حق شرعي، حق الهي، الله اعطاه لكل شعب هذا الحق. الشعب الكردي، الامة الكردية لها هذا الحق، لكن كيف يتحقق؟ يجب ان يكون في ظروف بالتفاهم، يعني بالتفاهم وبالتوافق مع الشعوب اللي نتعايش معها في المنطقة. لكن انه ينكر علينا هذا الحق، هذا ظلم كبير ولن نقبله. بس هذا الظلم استمر أكثر من 100 سنة. بس ما ادى الى نتيجة. الامة الكردية بقت لم تنصهر ولم تنتهي ولن تنتهي. اذا تبقى المشاكل مستمرة، فاذا يجب ان نشوف حل. بعدين الاتحاد الاختياري ممكن، نعم، باتحاد اختياري، بس ما ممكن لأي دولة لأنه أنت تفرض على شعب بالقوة أنه هذا الشعب أو هذه الفئة من شعب تأيد هذه الحكومة بالقوة. لا يمكن أن تحصل على تأييد وعلى قلوب الناس. يعني عندك شعور أنه اليوم الكرد أقوى؟ الكرد بنظري الكرد قضيتهم على الدوام قضية عادلة وقوية، لكن تصرف الكرد أحيانا تخلي هذه القضية تضعف أو تقوى. كيف؟ بس القضية قوية. كيف أوقات الحق تصرفات قوي الكرد؟ هل يعني عم تلمح إلى الوحدة الكردية؟ طبعا، عندما يكون الأكراد موحدون. طبعا مع الأسف الشديد أحيانا الكرد يعني لا يحتاجون إلى أعداء ولا إلى خصوم، يعني تصرفاتهم هي اللي تفوت عليهم كثير من الفرص، وشفنا كثير منها. هل ترى كرد سوريا موحدين اليوم؟ لا، مو موحدين، بس نعمل الآن على توحيدهم، نشجعهم على التوحيد، توحيد على هدف نبيل، هدف شريف، هدف بحيث يحصلون على حقوقهم وبدون اللجوء إلى العنف أو إلى إراقة الدماء. لا، هذه أبدا. هل تؤيد كاك مسعود إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سوريا؟ بدأ الكلام أنه يكون في منطقة منزوعة السلاح، ولكن هناك خوف لأن ما في بعض ضمانات. حضرتك من المؤيدين السلاح وين؟ في مثلا في أي منطقة؟ يعني عم نحكي عن الكرد، هناك مطالبات أن تكون هذه المنطقة خاصة على حدود تركيا أن تكون منطقة منزوعة السلاح لطمأنة الأتراك بالتحديد. والله أي إجراء يؤدي إلى طمأنة الأطراف المعنية بيكون إجراء جيد حقيقة، حتى وإن كان تأسيس منطقة منزوعة السلاح. بشكل عام متفائل؟ أنا عندي شعور أنك متفائل هلا. أنا متفائل، نعم أنا متفائل. بحذر، متفائل بحذر. متفائل بحذر طبعا. دائما لازم واحد ما يعني التفاؤل دائما يجب أن لا يكون بدون حذر، لأنه صح. يوم ما شفناه بالتسعينات زرت القامشلي أو القامشلو بال 96. أيوة. وبوقتها استقبلك مئات الألوف من السوريين الكرد. السوريين الأكراد بعثوا لي رسائل وبيقولوا فيها القامشلي اشتقت للقامشلي فخامة الرئيس. قامشلي في القلب. ومتى زيارة القامشلي؟ والله أتأمل تكون بأقرب وقت ممكن وبالفرصة المناسبة. أنا أيضا اشتقت للقامشلي ولأهل القامشلي ولكل إخواننا في سوريا الكرد. فخامة الرئيس، عندنا أحد الزملاء اسمه همبرفان كوسا، هو كردي سوري لاجئ سياسي في ألمانيا، تعرض للظلم وهو زميل في قناة شمس، بسميك نور عيوني. كيف تفهم
هذه العلاقة مع السوريين، هذا الحب لمسعود البرزاني؟ حقيقة أنا أعتبره شرف كبير أنه أن هكذا ينظر شاب كردي أو شباب الكرد في كردستان سوريا وفي أي جزء آخر، وأود أن أقول أنا أبادلهم نفس الشعور ونفس الحب. نور عيوني. نور عيوني وقلبي. سؤالي أيضا، يعني حاسس أنه عندك هيك مثل ما قلنا تفاؤل حذر، ولكن اليوم لا ألوم السوريين إذا هم مش بس الكرد السوريين بشكل عام ما بينلاموا إذا يعني عندهم هذا الشعور بالخطر. هل تتوقع مسيرة صعبة وطويلة كما حدث في العراق بعد سقوط صدام، أم عم بتشوف أنه الأمور عم تتقدم بسرعة بشكل ما؟ أنا أعتقد يعني النظام الجديد في سوريا يستطيع أن يستفيد بشكل كبير من تجربة العراق بالدستور، بكتابة الدستور مثلا. اي نعم، أن لا يقع في نفس الأخطاء اللي وقعت في العراق. يستطيع أن يستفيد بشكل كبير